يوم 1 ماي 2004، وبالضبط في مدينة نورولك بولاية كونيتاكت الأمريكية، تزادت واحد البنت سماوها تشارلي غريس داميليو. ما كانتش بنت ممثلين مشهورين وما كانتش بنت نجمة تلفزيون. الأب ديالها مارك داميليو كان رجل أعمال، والأم ديالها اللي هي هيدي داميليو كانت مصورة وعارضة أزياء سابقة، وعندها أخت أكبر منها ب3 سنوات سميتها ديكسي. من نهار ولا عند تشارلي 3 سنين دخلها الوالد ديالها لمدرسة ديال الرقص، ومن تما بدات في التدريب. ولا الروتين ديالها العادي هو كتمشي للمدرسة وكتجي من المدرسة كتمشي للأكاديمية ديال الرقص، نهار على نهار نهار على نهار، حتى ما بقاش الرقص غير هواية ديالها ولا هو حياتها. ولات كتشارك في المسابقات المحلية والوطنية وكتجيب جوائز. هكا بقات غدا حياة تشارلي حتى كبرات واحد شويه، وصلت 14 سنه و15 سنه. الا كنتي ساكن في نورو في 2018 غتكون شارلي دازت من حداك مئات المرات يوميا، ولكن ما غاديش لا تعرفها لا تعرف سميتها. بنت عاديه بحال كاع البنات، كانت مجرد مراهقه امريكيه بحال جميع المراهقات في هذيك الوقت. سنه 2019 كانت هي اول سنه شارلي غادا تستعمل تيك توك، وبالضبط في ماي 2019 حملت شارلي اول فيديو ديالها على منصه تيك توك. فيديو كان عادي مع صديقتها، واحد ترند في هذاك الوقت ديال الليبسينك، ومن تما بقات كتنشر الفيديوهات ديال الحياه ديالها اليوميه في تيك توك اللي هو الرقص بطبيعه الحال. ولكن في الصيف ديال 2019 وقعت شي حاجه اللي ما كان كيتسناها حتى واحد الفيديو ديال هذا الرقص انتشر بسرعه كبيره، طلع فايرال في واحد الوقت قصير بزاف. ما كانش عندها لا طاقم تصوير لا فريق انتاج لا معدات لا ادوات لا والو. فيديو من الفيديوهات اللي كتصور كل نهار صوراته عادي، الا ان هذاك الفيديو بالضبط انتشر بسرعه كبيره. خلال اسابيع تحولت من مئات المتابعين الى مئات الالاف، وبعد بضعه اشهر ولا الحساب ديالها فيه الملايين. كانت وسائل الاعلام كامله كتكلم على واحد المراهقه اللي طلع النجم ديالها في تيك توك ولات هي الترند رقم واحد في العالم. من ثم بدات كتوقع عقود مع شركات عالميه، كتحط في الاغلفه ديال اكبر المجلات، كيوقفوا الناس في الزنقه كيتصوروا معاها، كتحضر لاكبر المناسبات، وكتحط حتى في الواجهات الرئيسيه ديال البنايات الكبيره كاشهار. ولكن وقف معايا هنا، اشنو تبدل في شارلي؟ واش صارت اذكى؟ واش عقلها تبدل بين ليله وضحاها؟ واش الشخصيه ديالها تبدلت فجاه؟ او لا مجرد ان ملايين الناس عطاوها الانتباه؟ فلو كان الجواب ديالك هو الانتباه، فعلاش فجاه صارت عندها قيمه في عيون الناس؟ وهذا هو السؤال المحوري اللي غادي نقلبوا على الجواب ديالو في هذا الفيديو. الا كانت هذه اول مره غتشوفني فمعاك معاذ سجود. هنا كنحكيو القصص وكنناقشوا افكار حتى اللي كنحسبوها من المسلمات. والا كنتي متاكد من شي فكره عاود صور راسك عليها مره اخرى، لانه كيف ما كنعرفوا كاملين كل انواع المعرفه بدات بسؤال. بعض العقول الآن أصبح أقرب إلى التفاهة، فأصبح يقدر ويقيم الإنسان بسيارته أو بمنزله أو بساعته أو بشنطتها أو بكذا أو بكذا. شحال كتساوي القيمه ديال الانسان؟ واش كتقاس بالفلوس ولا بالمناصب ولا بالشهره ولا بعدد الناس اللي كيعرفوك؟ تخيل معايا هذا المشهد، بنت عندها مليون متابع، اي فيديو حطاتو كيجيب ملايين المشاهدات، الاف التعاليق، ملايين ديال الميساجات والكومونتيرات. كل مره كتحل لابليكاسيون كتلقى الارقام كيتزادوا. ولكن سول راسك واحد السؤال، واش هاد البنت فعلا عندها قيمه كبيره او لا غير عندها انتباه كبير؟ يمكن هاد الكلمات يجيوك بساط في النطق، ولكن الفرق في النتائج ديالهم كبير. ويمكن هذا هو الفرق اللي بدل الطريقه اللي كنشوفوا بها راسنا، ولينا كنخلطوا ما بين الشهره والقيمه، وما بين الاعجاب والاحترام، وما بين ان الناس يشوفوك وما بين انهم يعرفوك. والاسوأ من هذا هو ان هذا الخلط طرب واحد الهدوء تام حتى ولا كيجينا حاجه طبيعيه. قبل 20 سنه كانت الشهره شي حاجه اللي بعيده المنال، كان خاصك تضرب سنوات ديال الخدمه، كاتب رياضي مغني ممثل، او لا درتي شي انجاز اللي صعيب بزاف. اما اليوم تبدل كل شيء، فيديو ديال اقل من ثانيه سواء ترند ولا رقصه ولا غير لقطه عابره يمكن انها تبدل حياتك وتخليك توصل لملايين الناس في 20 و 24 ثانيه. يمكن تولي مشهور اكثر من هذوك اللي خدموا سنوات طويله. هذا التغيير اللي وقع ماشي هو اللي كيقلقني،
اللي كيقلقني هو السؤال اللي خاص بنادم يوقف عنده، شنو كيطرا في المخ ديال الانسان ملي كيوليو يعرفوه ملايين ديال الناس. What's social media doing to our brain? There's a book I love called Thrilled to Death. It's continually pressing on your nucleus accumbens that produces dopamine, continually pressing on the pleasure centers in your brain. But the problem with that is the more you press on them, they begin to become numb. And you need more and more excitement, more and more stimulation in order to feel anything at all. الا كان الالغوريثم ما كيهتمش الا للانتباه، فعلاش بعض الناس كيبداو بشخصيه وكيساليوها بشخصيه اخرى؟ المشكل راه ماشي هادشي كيطرا في نهار واحد. انا ما كاينش واحد كيفيق الصباح وكيقول لك بيع قيمتك او لا تبدل داكشي اللي كدير، لا، هادشي كيوقع بشويه لداخل ديالنا. كتكون كتصايب المحتوى اللي كيعجبك ومن بعد كتبغي تجرب شي حاجه جديده حيت كتبغي تكتشف شنو غيجيب لك اكثر. كتقول نجرب اول مره نشوف كي خرجات، كدير فيديو كينجح كتعاودو، فيديو كينجح كتعاودو، فيديو كينجح كتعاودو مره اخرى. وهنا وبلا ما تنتبه ما كيبقاش السؤال عندك هو شنو بغيت انا نقول، كيولي عندك السؤال هو شنو بغاو هما يشوفوا. وهنا كيوقع اخطر تغيير، ما كيبقاش الهدف عندك هو التعبير، كيولي الهدف هو شنو غيشد ليا الانتباه. واذا كان الانتباه هو الهدف فبطبيعه الحال اي حاجه غادي تلقى ليها التبرير واخا تكون ضد المبادئ ديالك وضد داكشي اللي كتامن به. هادشي راه ما واقعش غير في التيك توك بوحدو، هادشي راه واقع في جميع المنصات، حتى المؤثرين اليوتيوبرز صناع المحتوى كلشي كيتسابق على عمله وحده اللي هي عمله الانتباه. ولكن الا كان الانتباه هو العمله فشنو هو معنى القيمه؟ واش فعلا القيمه ديالك كتحدد بعدد المشاهدات اللي كيشوفوك؟ واش الفالورز اللي عندك هما التعريف ديال القيمه ديالك؟ او لا كاين فرق ما بين داكشي اللي كيشوفوا الناس وما بين القيمه الحقيقيه؟ يا الله الجنة اللي طارت من أجلها الأرقاب وغبرت الأعقاب، أدخلها عشان إيه؟ لأن هذا الإنسان له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. القيمه، شنو هي هاد القيمه اصلا؟ وش هو هذا الرقم اللي كيبان تحت الفيديو؟ او لا هو الاحساس اللي كيخليك تحترم راسك واخا ما يكون ما شايفك حتى واحد؟ تخيل معايا واحد المشهد، واحد الدري صغيور مشى رسم واحد الرسمه وجا وراها لباباه، بابا شوف بواه شد الرسمه وضحك وقال ليه زوينه ولدي هادشي اللي رسمتي. هنا في هاد اللحظه بالضبط الدري ما حسش بالفرحه حيت جاب مليون لايك ما كاينش اللايكات اصلا في هذا المشهد، ولكن حيت ربط المشهد في راسو ما بين التعبير عن نفسه وما بين القبول اللي لقاه داك الفعل. ولكن شنو هو الفرق ما بين القبول والقيمه؟ القبول ببساطه يعني ان الناس كيعجبهم داك الشيء اللي درتي، ولكن القيمه هي واش كتامن بداك الشيء اللي درتي واخا ما يعجبش الناس. وهذا هو الفرق اللي كيتكسر عند بزاف والاغلبيه ديال الناس مع الوقت، حيت من صغرنا كنسمعوا نفس الرسائل: واش جبتي احسن من ود فلان، كون احسن من خوك، شوف ود فلان فاش خدم، شنو غيقولوا علينا الناس. بلا ما نحسوا كنتعلموا ان قيمتنا كتطلع وكتهبط مقارنه بالاخرين. هادشي تعلمناه من صغرنا. الشراره كانت كاينه موجوده من الصغر، غير تيك توك شد ديك الشراره وزاد عليها جميرات باش تزيد تشعل وصافي. التطبيق غير شد هذوك الاحاسيس اللي هما فطريه فينا وجايبينهم معنا من الصغر وحولهم لنا الارقام: عدد المشاهدين، عدد اللايكات، عدد المتابعين. وفاش كيتحول الاحساس الى رقم كيولي ساهل انك تبدا تقيس نفسك كل نهار. اليوم جبت 50,000 حاسب راسي مهم، غدا جبت غير 1000 كتبدا تسول في راسك واش نقصات قيمتي. وفي الحقيقه اللي نقص هو الانتباه ماشي القيمه الحقيقيه، ولكن الدماغ ما كيعرفش يفرق ما بيناتهم. الانسان بطبعه كيقلب على الاعتراف وهذا راه احتياج طبيعي انساني فطري، ولكن المشكل كيبدا ملي كنولي نقلب على هذا الاحساس من بلاصه ما غنشبعش منها، لحقاش الابليكاسيون مصايبه باش انك تبقى ترجع كل نهار. ماشي ديال انها تقول لك راك كافي وسالينا اليوم، لا، انا مصايبه باش نبقى نجيبك كل نهار ترجع عندي، لان كل دقيقه كدوزها انت في المنصه فهذا راه ارباح بالنسبه لها. ولهذا كل مره كنربط فيها القيمه ديالي بالارقام يعني كنعطي الفرصه لواحد المحددات خارجيه باش تعرف شكون انا. وهنا كيجينا واحد السؤال كبير: الا ما كانش القيمه هي الانتباه فعلاش الدماغ ديالنا كيوقع في هذا الفخ بهذه السهوله كامله؟ Just delete the app, that is what I gave you. Yeah, but then I end up reinstalling it and going back. TikTok, Instagram. Who told you to reinstall? It's not as Then simple as don't reinstall.
Doctor, it's not as simple as It that. is simple, my friend. If you think it is hard, it becomes hard. الدماغ ديالنا كيوقع بسهوله في هذا الفخ، لانه ببساطه ما تطورش باش يعيش في هذا الوقت اللي عايشين فيه حنا اليوم. تخيل معايا انسان قبل آلاف السنين ما كانش كيقلب شحال ديال الناس كيشوفوه اولا واش عنده اهتمام من عند ناس اخرين ولا لا. كان الشغل الشاغل ديالو هو واش القبيله قابله ولا لا، لان القبول في هذاك الوقت ماشي كان مساله رفاهيه اولا شعور جميل، لا، كان مساله حياه او موت، لانه لما قبلاتوش القبيله اللي عايش فيها فغالبا ما يقدرش يعيش بوحده. ولهذا الدماغ ديالنا تطور باش يعطي اهميه كبيره لاي اشاره كتقول ليه راك مقبول. كل لايك، كل اشعار، كل نوتيفيكاسيون كتخليه تقول ليه راه شي حد شافك، شي حد دخل عندك، شي حد انتبه لك. هادشي علاش كنلقاو راسنا كنحلوا التطبيق مره وجوج وعشرة بلا ما نحسوا بلا ما والو، لان التطبيق مبرمج انه تبقى ترجع ليه كل مره، كيستغل داك الميل الطبيعي ديال الانسان باش انه يبقى يردك للتطبيق كل مره. ولكن كاين واحد المشكل، القبول اللي كيجي من الانترنت ماشي ثابت. اليوم الناس شافوك، غدا نساوك. اليوم جبت بزاف المشاهدات، غدا ما جبت والو. اليوم الالغوريثم دفع الفيديو ديالك انه يولي فايرال، غدا دفع فيديو اخر في بلاصتك. والدماغ ما كيعرفش هذا الشيء مسبقا، كل مره كيبقى يقلب على المحاوله الجايه امتى غتكون. يمكن الريل الجاي، يمكن الفيديو الجاي، يمكن الستوري الجاي، يمكن المحاوله الجايه غادي يرجع كيف ما كنت. وهذا هو الفخ. كتولي ما كتصنعش محتوى باش تعبر، كتولي تصنع محتوى باش تعاود ترجع لنفس الاحساس اللي كان عندك. وتقدر تصايب فيديو ترجع لنفس الاحساس وما غيبقاش ثابت، شويه وغيمشي، غتعاود تصايب فيديو اخر تقلب عليه. داير بحال شي واحد عطشان وكيمشي كيشرب من الماء ديال البحر وكيزيد يعطش اكثر. وزيد على هذا الشيء واحد الحاجه اكثر تعقيدا، هو في هذا الانترنت ما كنشوفوش غير راسنا، كنشوفوا حتى الناس الاخرين اللي دايرين بينا، وبالتالي كنبداو نطيحوا في المقارنات. هذا عنده 1,000,000 متابع، هذه عندها 10 مليون ديال ليفي. هنا كيبدا يطيح واحد السؤال في الراس، هذا عنده 1,000,000 متابع وانا لا، يعني عنده اهتمام اكبر مني، واش قيمته اكبر من ديالي؟ هذا الشيء كيدخلنا لواحد من اقوى التاثيرات النفسيه اللي عرفها العلم، المقارنه الاجتماعيه. Whole social media thing's Yeah. It's like it's so interesting. Back in the day, you would compare yourself to the people in your village or your town. Yeah. There's such a small demographic. Like now, even if you achieve excellence, there's always someone who either has more or is good at making it look like they have more. And you never really know what's going on behind the scenes. And that's why I think, for me, realistically, unless you're using social media for business, something to do with your career, I just think delete that shit. كيقولوا باللي راه اخطر مقارنه في العالم هي المقارنه اللي ما كتنتهيش، ما عندهاش الحدود. وهذا الشيء بالضبط اللي داروا لنا الانترنت. شحال هذيك كنتي كتقارن راسك بالناس اللي قراب ليك، بنات دربكم، الدراري اللي كيقراو معاك، واحد كيسكن حداكم، بحال هكا. اما اليوم لا، وليتي كتقارني راسك مع اجمل بنت في العالم، وانت كتقارن راسك مع اغنى واحد في الكره الارضيه، وهذا الشيء كامل في اقل من دقيقه. راه المشكل ماشي هو المقارنه في حد ذاتها، لان الانسان بطبيعته كيبغي يقارن راسو مع واحدين اخرين باش يعرف راسو فين واقف. ولكن المشكل هو ان المقارنه الانترنت ما كتساليش. يمكن ملي كتكون في الحياه الواقعيه كيدوز قدامك شخص ناجح، كتقارن راسك معاه كتقول واو شوف كيدير ومشى كمل حياتك. اما في التطبيقات قد ما كتسكرولي وانت كتلقى واحد لاباس عليه اكثر منك، وانت كتلقاي وحده بوغوص اكثر منك، وكتبقى داخل في هاد الدوامه وبلا ما تحس دماغك كيبدا يعاود التعريف ديال كلمه عادي. داكشي اللي كان استثنائي شحال هادي كيولي يجيك عادي، وداكشي اللي كان عندك عادي كيولي يجيك ناقص. وهنا كيوقع التحول الخطير، ما كتبقاش تشوف الناس كناس، كتولي تشوف الارقام، 1,000,000 مشاهده، 10 مليون ديال لي زابوني، 10,000 لايك. من هذا المنطلق الا كان الرقم هو اللي كيحدد النجاح، فالعقل كيبدا يقلب على اسرع طريقه باش يوصل ليه، حتى الا كان الثمن هو المبادئ ديالو او يغير شخصيته او يغير اي حاجه، ما كاينش مشكل. وهنا كنلقاو واحد الظاهره سموها العلماء باسم سيلف اوبجيكتيفيكيشن. كان غير شتني كلاكاج ملي قلت هذه الكلمه، هذه راه صعيبه. يعني ان الانسان ما كيبقاش يشوف راسو كافكار، كرسائل، كقيمه ذاتيه، كيولي يشوف راسو بعيون الاخرين. كيفاش غادي نبان للناس، شنو غادي يقولوا عليا، كيفاش كيشوفني هذا، كيفاش غادي نبان لهادي، شنو خصني نبدل في راسي باش نعجب الناس اكثر. هنا القيمه ما كتبقاش جايه من الداخل، كتولي جايه من مصدر خارجي اللي هما الناس اللي دايرين بيك.
او للناس اللي كيشوفوك. وهذا هو اخطر انواع السجون، حيت الباب ديالو ما مسدودش والانسان كيرجع يدخل ليه برجليه كل نهار. من هذا المنطلق غيجينا واحد التحول اللي كنا بدينا به في الاول، هو ان الناس كيوليو كل مره يزيدوا خطوه بخطوه اكثر جرأه، كل مره يغير شي حاجه. علاش؟ باش ديما يكسب الاهتمام وكل ما يرجع نفس الاحاسيس اللي حس بهم البارح. And there's some disgusting belief in our culture that if I'm on social media, I've got to pretend to be perfect. That's the only way I'm going to be liked, is to pretend to be perfect. الا كان المحتوى اللي درتيه البارح جاب لك 100,000 ديال المشاهدات، شنو تبدل اليوم؟ اليوم عاودتي نفس المحتوى وجاب لك 20,000. واش ممكن الناس تبدلوا؟ يمكن، ولكن كاين احتمال اخر، هو ان الناس ولفوا. الانسان بطبعه من نهار تزاد انه كيولف، يعني انه في الاول كيبدا بواحد الصدمه وبواحد لو شوك، من بعد كيتماشى وكيطبع مع ذاك الوضع. هادشي لاش؟ الا كان الانتباه هو الهدف، فكل مره كيكون واحد الضغط خفي باش كل مره يكون المحتوى اقوى من اللي قبل منه، باش كل مره تكسب انتباه الناس اكثر من قبل. وهادشي اللي كيسموه علماء النفس التصعيد. ماشي لان الانسان كان باغي يوصل لهاد المرحله وهاد التغيير، لا، بل لان التغيير كان بسيط، كل مره كتغير شي حاجه بسيطه لدرجه ان الانسان ما بانش ليه الفرق. اليوم غنبدل طريقه الهضره، غدا غنبدل طريقه اللباس، بعد غدا غندير شي شوفه ماشي هي هذيك، وهكذا هكذا حتى كتلقى راسك بدلتي الاسلوب كامل ديالك. والا رجعنا قارنا ما بين الفيديو الاول اللي تحط والفيديو اللي وصلتي ليه في هذاك الوقت، غتلقى فرق كبير ما بيناتهم. شخصيته ماشي تبدلت بين ليله وضحاها، لا، شخصيته تبنات من فيديو لفيديو، كتزاد فيها شي حاجه وكتغير فيها شي حاجه. هذا التصعيد داير بحال شي واحد طالع في دروج، الدرجه كدرجه كتبان لك صغيره سهله، دريجه 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 دريجه، ما كتحسش براسك طلعتي كاع. ولكن ملي كتوصل ل5 ايطاج وكتشوف لتحت كتعرف المسافه اللي طلعتيها كامله. وهذا الشيء غادي يرجعنا للقصه الاولى اللي بدينا بها. البنت اللي كانت باغا تشارك غير اليوميات ديالها واللحظات ديالها، ما كانش في الحسبان ديالها انها غادا تولي اسيره للارقام اولا غادا تتبع واحد النمط معين باش انها تكسب الانتباه، لا، كانت غير باغا تشارك حياتها وكانت باغا اهتمام من عند الناس، والناس يعجبهم داكشي اللي كتقدم كمحتوى. ولكن ملي كيولي الاهتمام هو المصدر الرئيسي ديال القيمه، هنا فكتطيح في الفخ ديال انها بدات كتبدل المحتوى من مره لمره بطريقه صغيره زعما، الى ان في الاخر وصلت لهذاك المستوى كامل من التغيير. ولكن واش المشكل كامل كينحاصر في تيك توك اولا المشكل اعمق؟ في النهايه واش المشكل هو تيك توك؟ لا، وغيكون ظلم كبير الا حملنا ابليكاسيون وحده مسؤوليه ديال واحد الحاجه معقده بزاف. يوتيوب، انستغرام، فيسبوك، تويتر، اي حاجه، هادو مجرد ادوات، والاداه ما عندهاش نيه، هي راه ما كتبغيكش وما كتكرهكش وما عندهاش راي اخلاقي اصلا، هي كدير الوظيفه اللي مصيبه على قبلها، هي انها تنشر داكشي اللي شد الانتباه. اذا فالمشكل الحقيقي ماشي هو لي زابليكاسيون اللي كتبيع علينا الانتباه، المشكل فينا حنا اللي كنشريوه بثمن اكبر من اللي كيستاهلوا، بثمن راحتنا، بثمن قيمنا، بثمن مبادئنا، واحيانا حتى بثمن الهويه ديالنا. يمكن من بعد هذا الفيديو غادي تبقى تنشر وغادي تبقى تستعمل تيك توك، انا ما قلتش لك لا، راه يمكن يكونوا لي زابليكاسيون احسن وسيله باش تعلم وتبني مشروع ديالك وتبين الابداع ديالك والمهارات اللي كتعرف. ولكن قبل ما تبغي تنشر شي فيديو سول راسك سؤال واحد، هذا الفيديو الا ما شافو حتى واحد اولا ما اختفى من الانترنت، واش القيمه ديالو غتبقى هي نفسها عندي اولا لا؟ الا كان الجواب هو نعم فيعني انك على الطريق الصحيح، والا كان الجواب هو لا فخاصك تسول راسك واحد السؤال، شنو اللي كيحدد القيمه ديالي؟ واش انا ولا الارقام؟ القيمه الحقيقيه ما كتولدش ملي كيتزادوا عدد المتابعين او الجيمات او اللايكات، القيمه الحقيقيه كتكون موجوده قبل اول لايك واول متابع واول بارطاج. الناس اللي بناو حياتهم على الارقام كيبقاو كل نهار محتاجين ارقام اكبر، اما الناس اللي بناو قيمتهم على شي حاجه حقيقيه وذاتيه فالارقام كتكون بالنسبه لهم غير نتيجه ماشي هويه. كان معكم معاذ سجود، وكان هذا سؤال بسيط ولكن الجواب ديالو يقدر يخليك تبدل الطريقه اللي كتشوف بها راسك اولا العالم الرقمي بصفه عامه. الى عجبك هذا الفيديو
فاشترك معنا باش يوصلوك الحلقات القادمة. وما تنساش تخلي لنا رأيك في التعاليق، لأنه احنا واحد العائلة اللي كتقبل الاختلاف. الحلقة الجاية غادي نناقشوا سؤال آخر يمكن كتعامل معاه كل نهار، ولكن ما عمرك وقفتي عنده باش تفكر فيه. وما تنساش أن جميع أنواع المعرفة بداش بسؤال.